السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صح؟ ان شاء الله بخير. شباب، وياكم وهاب العمري. اليوم شباب راح نسوي طريقة تحديث الجالكسي 3 لنظام النوت 4. طبعا انا ما نزلت هذا التحديث لان كل التحديثات بها مشاكل. ف استقريت على تحديث كلش حلو وحاولت احل المشاكل اللي هي فقط مشكلة الكاميرا، وان شاء الله لقيت حل لها. وراح تتابعون وياه ان شاء الله يتحول جهازكم مثل ما تشوفون حاليا. هذا هو الجهاز مالي. نروح للضبط، راح نشوف ايش قد اصداره. مثل ما تشوفون شباب 4.3 اصدار اندرويد. راح نحوله ل 4.4.4 اللي هو نظام النوت 4. أه تابعوا وياي. طبعا شباب اول شي نسوي إن نحمل ملف الروم. ملف الروم وملف الكاميرا اللي هو حل مشكلتها يعني. هذا ان الملفين ذن الملفين احنا نحملهن. هذا هو النوت 4، نظام النوت 4 التحديث. وهاي الكاميرا باتش. طبعا انا راح اختصر شباب، اختصر خطوة اللي هي الريكفري معدل. طبعا الريكفري معدل كلها تعرف تسوي. وراح اخلي رابط الفيديو اللي انا مسوي قبل هم بالوصف. انتم اول ما تسوون الريكفري معدل النوبة تحملون ملف الروم وملف الكاميرا. هذا هو الملف الروم وملف الكاميرا، تحملوهن تخلوهن بذاكرة الجهاز، يعني بالرام، مو ذاكرة الداخلية، الذاكرة الخارجية. بعد ما نخليهن بالرام، نجي نطبق من داخل الجهاز. شباب نطبق من داخل الجهاز. اول شي نطفي الجهاز. راح نشوف، راح ارفق لكم رابط الملف الكاميرا ورابط الروم اسفل الفيديو. تحملوهم اثنينهم تخلوهن بالذاكرة الخارجية الرام. شباب بعد ما طفى الجهاز راح ندوس الباور والهوم، زر الصوت الأعلى، 3 ثواني لحد ما يشتغل الجهاز، وراح ننتظر. راح تطبل وضع الريكفري. هذا هو وضع الريكفري. شباب هذا وضع الريكفري. ننزل ثاني خيار. هذا هو انستل زيف فروم اس دي كارد. ندوس عليه زر الباور. النوبة الثاني خيار همين ابلاي اس دي كارد ابليت. الاول ندور على ملف اللي احنا خليناه، ملف الكاميرا وملف الروم. هذا هو ملف الكاميرا وملف الروم. شوي الصورة ما واضحة. هذا هو ملف الكاميرا وملف الروم. طبعا اول شي نثبت الروم. نروح على الروم وندوس زر الباور. يس. راح ننتظر لحد ما يتثبت لحظات. طبعا ملاحظة شباب، يعني بعد ما نثبت الروم راح نفرمت الجهاز وراح تجي يشتغل الجهاز. لما يشتغل الجهاز يعني الروم ما بي مشاكل، لكن فقط مشكلة الكاميرا. ومشكلة الكاميرا يعني نفس الطريقة اللي انا هسه سويتها. بعد ما ثبت الروم نفرمت الجهاز ونرجع نثبت ملف الكاميرا. هسه حاليا هنا ندوس نيكست. نخلي صح I agree next next. هنا أنا install with full web، وهنا أنا install without full web. next. نجي هنا شباب، يعني هاي بعض الخيارات اللي احنا يقول لك هنا تريد تضيفها او برامج. يعني اللي تريد تضيفه اللي يقرا انجليزي يعني يفتهم، واللي ما يعني اللي ما يقرا يعني قبل مباشرة نيكست. فاكو برامج يعني تفيد واكو ما تفيد. يعني ابقوا على الخيارات نيكست. هنا نجي نخلي خيار على اليوتيوب صح، والجوجل جيميل. هنا جوجل مابس هم نخلي خيار صح. نعطي نيكست. ايضا هنا نيكست. هنا تريدون البرامج اللي تثبتوهن. نوت فور كي خلي عليه علامة صح. وهنا الاكسبور انستال. هاي 3 خيارات خلونا عليها علامة صح. نعطي نيكست. راح يثبت الروم.
طبعا راح ياخذ وقت شي 3 دقائق ل 4 دقائق. راح اوقف الفيديو لحد ما يكمل شباب. ابقوا وياي. رجعنا وياكم شباب. طبعا بعد ما خلص التنصيب راح هنا راح تطلع لنا هاي العلامة، هاي الكتابات. ننطي نيكست، ننطي فينيش. راح يطفي الجهاز وراح يشتغل. طبعا جهاز طبعا شباب عفوا الجهاز راح يبقى على هالحالة سامسونج جالكسي، وراح تطلع لكم علامة سامسونج وما راح يشتغل. بهاي الحالة احنا شو نسوي؟ راح نطفي الجهاز، نطفي الجهاز وراح نفرمت من خلال الريكفري. بس حاليا طوفه الباور والهوم زر الصوت الاعلى، نفس الوضع الريكفري اللي احنا قبل شوي دخلنا عليه. لاحظوا معي. اول شي ويب داتا فاكتور ريست. يس ديليت اول يوزر داتا. هاي نبض الطير يبوت. راح يطفي الجهاز راح يشتغل. طبعا شباب هسه لما راح يشتغل راح كانما يعني حس توكم قاعد تركبون النظام شلون كانما فاتحين جهاز يعني من الكرتونه، الخيارات اللغه ونيكست نيكست لحد ما راح اوقف التصوير لحد ما يشتغل الجهاز. ابقوا وياي. رجعنا وياكم شباب. مثل ما تشوفون شباب هاي هو الواجهه الرئيسيه. هسه يعني تقريبا كل شيء خلاص، بس راح نضبط اللغه والاعدادات مال الجهاز. كلها تعرف تضبطها العربيه. مثل ما تشوفون شباب هذا هو نظام نوت 4. بدء، تالي، تالي، كيبورد النوت 4، مثل ما تشوفون شباب هذا هو الجهاز والتحديث كلش حلو يعني وما بي اي مشاكل. فقط مشكلة الكاميرا. هسه راح احل لكم مشكلة الكاميرا شباب. لاحظوا يعني مثل ما تشوفون يعني نفس النظام نفس الترتيب. هذا هو الضبط، نفس النظام النوت 4. مثل ما تشوفون راح اشوف لكم الاصدار الجهاز. حول الجهاز 4.4.4. هذا هو الاندرويد 4.4.4. شباب المشكلة الوحيدة اللي بهذا الروم الكاميرا. شوفوا شباب هسه لما نروح نفتح الكاميرا طفت الكهرباء شباب. يعني المشكله الوحيده بهذا الروم انه الكاميرا، يعني لما تفتح الكاميرا راح يطلع لك فشل في الكاميرا. احنا شو نسوي؟ طبعا انا حاليا ما طلعت لي فشل بالكاميرا لان جهاز اصلي. اذا طلعت عندكم هاي المشكله نفس الخطوات بالضبط. هذا التشغيل ريكفري، نطب الوضع الريكفري ونثبت ملف الكاميرا اللي هو كاميرا باتش اللي نزلناه احنا ويا الروم. راح يطب الوضع الريكفري. لاحظوا وياي هذا هو وضع الريكفري. ننزل على ثاني خيار، نروح الوضع الرابع ملف الكاميرا. هذا هو شوفوا شباب كاميرا باتش. راح نثبته يس. هذا هو نثبته. نروح على يس كاميرا باتش انستل كاميرا باتش. راح يتثبت شباب. طبعا هاي حاليا انا سويتها شباب بس اللي يعني اللي طلعت عندهم مشكلة فشل بالكاميرا يطبق هاي الخطوات. اذا ما طلع عندك فشل بالكاميرا يعني كاميرتك تشتغل ماكو اي اشكال و يعني ما يحتاج تسوي. اللي تطلع لهم المشكلة يثبتون. ولما يثبت هو هذا الكاميرا الباتش مال الكاميرا راح يشتغل الجهاز بصورة صحيحة ولا كأنه ما شي صاير، والكاميرا تشتغل بصورة صحيحة. انا نطي ريبوت راح يطفي الجهاز وراح يشتغل. لاحظوا وياي. طبعا شباب الروم كلش حلو وعجبني طبعا وانصحكم به. وطبعا مثل روم الاس 5 اللي قبل كم شهر نزلته كلش حلو. وهذا الروم النوت 4 ان شاء الله بعد كم يوم انزل لكم روم الجالكسي 6 للاس 4 وللاس 3. شباب اللي يطلبه منكم هو فقط مشاركة الفيديو يعني اعجاب ولايك ورابط صفحتي الشخصية اسفل الفيديو. يعني اذا اي شيء تحتاجون او شيء اي شيء ما تعرفونه
رابط شرحته موجود اسفل الفيديو. هذا هو الروم كلش حلو، ما بيه اي مشاكل. طبعا بعد ما ثبتوا وكملتوا تفرمتوا الجهاز من الريكفري وماكو اي مشكلة. نعم شباب.